أفكارنا وقناعاتنا هي بوابة حالتنا النفسية. جودة الفكرة اللي في دماغي هي اللي بتحدد جودة مشاعري وجودة سلوكياتي وجودة اللي بستقبله من برايا. لو أفكاري مش سليمة مشاعري هتبقى مضطربة وسلوكياتي كمان، فبالتالي هتعامل باضطراب من المحيط الخارجي. تعال معايا امشي كده في فكرة أنا مش كفء، أنا حاسس إن أنا شخص فاشل ومش كفء للمكان اللي فيه. فبعمل ايه؟ بمشي في طريق من الطريقين. واحد الاولاني ان بقرر احارب الفكره اللي في دماغي، فانا هثبت لنفسي ان انا كفء، فبفتح على نفسي ابواب كتير وباخد تاسكات كتيره جدا جدا وما بقولش لا، وبفتح صدري فتحه كويسه، فلاقي نفسي لا الوقت سعفني ولا قدراتي ولا مهاراتي، وبلاقي ان انا ما نجحتش وفشلت، فبحس باضطراب وبضغط عصبي وارهاق وحزن شديد جدا، وبصدق الفكره ساعتها ان انا فعلا مش كفء. طب انا مش كفء ليه؟ لان انا قاومت الفكره وحاربتها ورحت فتحت بحور كتير على نفسي عشان اثبت عكسها، وكانت البحور دي والابواب دي اعلى من قدراتي بكتير. ده اول سيناريو. السيناريو ده بياخدك للسيناريو التاني بتاع الاسود منه، يعني يا ابيض يا وحش يا اسود، اللي هو انا مش كفء، انا فاشل، انا عارف ان انا ما بقدرش. خليك جنب الحيطه وما تعملش حاجه، وابتر مهاراتك وابتر قدراتك وابتر قدرتك على التمدد والتعلم، وخليك زي ما انت. بس وانت في الدايره دي برضو حاسس ان انت فاشل ومش قادر، وحاسس بتأنيب ضمير، وحاسس بكسل، وحاسس بضغط انك هتفضل في الدايره دي العمر كله. بس اللي مخليك فيها اللي نعرفه احسن ما اللي نعرفوش. انا فاشل وعارف ان انا فاشل، بس محدش يجي يقول لي يا فاشل يا فاشل، فافضل في مكانك، وشوية الصحوة تحصل وتقوم تحارب الفكرة وتفتح تاني على نفسك ابواب كتير. النمط هنا بنقول فكرة قاسية جدا، والفكرة دي انت دخلت معاها حرب، فروحت اتحركت في تشوه فكري اسمه يا ابيض يا اسود، يا كل حاجة يا ولا حاجة. ان انا يا هعمل كل حاجة عشان ابقى شاطر وكفء، يا مش هعمل اي حاجة واديني عارف ان انا مش شاطر ومش كفء، وده في دايرة الامان بالنسبة لي. بس في الحقيقة انت فضلت في نفس النمط بان انت شخص مش كفء ومصدق القناعة وضاغط نفسك بمشاعر سلبية كتير وسلوكيات كتير، وفي الاخر انت بتتشاف بهذا الاضطراب، انك يا شخص بتحارب جدا يا شخص كسلان وقاعد ما بتعملش اي حاجة. الناس شايفة منك حالة اضطراب، فبتعاملك على هذا الاضطراب وبتعاملك بناء على الفكرة اللي انت صدقتها من نفسك. طب ايه الحل؟ الحل انك تحط الفكرة على الترابيزة وتبدأ تتعلم منها، تبدأ تقبل انها فكرة جت من نتائج حقيقية، من تجارب حقيقية، والتجارب محتاجة تجارب. يعني عشان تقاوم فكرة محتاج تجيب مجموعة تجارب مريت بيها انت نجحت فيها، وانت هتلاقي جمع كل الحاجات اللي نجحت فيها واللي فعلا كنت كفء فيها، وشوف معادلتك المتوازنة كانت ايه كانت قدراتك الحقيقية اللي انت احترمتها، انت اتعاملت مع نفسك ازاي في اللحظة دي، اتعاملت مع اللي قدامك ازاي في اللحظة دي. فكر نفسك بالتجارب دي اول حاجة. تاني حاجة، تخيل لو انت تبنيت قناعة جديدة بانك شخص بيتعلم، مش انك شخص مش كفء، بانك شخص بيعرف عن قدراته وبيعرف عن مهاراته، فانت داخل تجرب مش اكتر من التجربة. الفكرة دي في حد ذاتها هتخلي احساسك عامل ازاي، والسلوك اللي خارج منك ايه، وتوقع الاخر منك ايه. افتكر ان افكارك هي البوابة لحالتك النفسية، ولو عرفت تظبطها هتعرف تظبط مشاعرك وسلوكياتك باتزان، والمجتمع هيقدر يستقبلك باتزان. لو عارف تعمل ده مع نفسك، وان انت تجمع التجارب دي وتتعلم وتزود مهاراتك واحدة واحدة بناء على اللي انت محتاجه، خد التجربة دي بالورقة والقلم واقعد جرب وتعلم من تجارب حياتك انت الشخصية، ومن مين تقدر تتعلم منه. لو انت مش عارف، الجأ لحد يساعدك انك تغير القناعات اللي مخلياك طول الوقت في حالة ضغط عصبي. انت البداية، اكسر النمط اللي بيتعبك وبيرهقك. اشوفكم على خير.